تفاصيل زواج بشرى من نجل الفنان محمود حميدة. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس. تستعد الفنانة بشرى للاحتفال بزواجها من خالد محمود حميدة نجل الفنان محمود حميدة في الساحل الشمالي. وأكدت الفنانة بشرى أن الاحتفال بزواجها سيكون عبارة عن حفل خاص مقتصر على حضور العائلة والأصدقاء فقط. من ناحية أخرى، لم يفصح محمود حميدة أو نجلة عن أي تفاصيل متعلقة بالزواج أو بحفل الزواج، ولم تكن هذه هي التجربة الأولى للفنانة بشرى مع الزواج، فتزوجت من قبل مرتين، حيث في المرة الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان، وأنجبت منه طفلين هما إسماعيل وليلى، ثم انفصلا بعد استمرار 5 سنوات من زواجهما. وبعد 5 سنوات من انفصالها عن زوجها الأول، تزوجت الفنانة بشارة من صديق طفولتها زوجها الثاني سالم هيكل، لكن بعد 3 سنوات من الزواج أعلنت الفنانة بشارة انفصالها مجددا دون أن تخوض في تفاصيل ما حدث. وأعلنت بشارة في تصريحات صحفية عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها، مشيرة إلى استمرار علاقة الصداقة والتواصل بينهما. ورفضت بشارة أن تخوض في الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، معتبرة أن الأمر شخصي ويخص عائلتها فقط، وليس من حق أحد التحدث في هذا الأمر. واكتفت الفنانة بالإعلان فقط عن الأمر وتأكيده لتقطع بوقوعه بعد خروج الشائعات دون أن تتحدث عن تفاصيله وأسبابه، مشيرة على حسن العلاقات مع